هاي، إيه الأخبار؟ أنا معاكم النهاردة في الشاي بعد الفطار مع الشاي. في الأول كده احكي لنا شوية عن الكاركتر بتاعك وعن المسلسل. والله أنا المسلسل ده بحبه وبحب عالية، وبجد من ألذ الحاجات اللي أنا صورتها. ويعني عالية قريبة لقلبي والعيلة نفسها، كل حاجة، البيت نفسه، كنت حاسة إن أنا مع عيلتي، فدي كانت أكتر حاجة بسطاني. كانت شبهك شوية الكاركتر ولا كانت كاركتر مختلف عنك؟ لا، كانت شبهي في حاجات كتير، وعلاقتها بأهلها شبه علاقتي بأهلي، عندها حلم عايزة تحققه، فيها حاجات كتير قوي شبهي. بيبقى سهل بالنسبة لك ان انت تمثلي كاركتر شبهك اكتر ولا كاركتر مختلف عنك؟ طبعا بيبقى الأصعب ان انا اعمل حاجة مختلفة عني، بس في الاخر برضو لو بعمل حاجة شبهي هي عمرها ما تكون 100% زيي، لان في وجهة نظر مؤلف واكيد هي عاملة كاركتر بشكل معين. فلا، عالية كان فيها حاجات كتير مختلفة عني، كنت بحاول ابينها بطريقة لايت. يعني كانت عاملة ازاي الكواليس وانتوا بتصوروا؟ كانت ألذ حاجة في الدنيا، يعني احنا كنا عايشين مع بعض حتى في الفرح احنا فرحانين كأنه فرحنا بجد. يعني كل حاجة كانت بجد حقيقية، ومن أكتر المرات في حياتي اللي كنت حاسة فيها إن أنا عايشة في بيتي، يعني مش رايحة أصور بجد. لو الكاركتر بتاعتك كانت إنسان حقيقي كنتوا هتبقوا صحاب ولا لأ؟ كنا هنبقى صحاب، بس حاسة كنت هبقى بحاول دايما أعنفها كده وأقويها شوية، عشان هي كتكوتة وغلبانة قوي كده طول الوقت. لو الشخصية بتاعتك قعدت معاكي على سفرة الفطار في رمضان هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى تقريبا بتاكل قوي عادي جدا، انا هبقى حاسه اني واخده بالي من اكلي اكتر منها شويه، هي لسه طايشه وعايزه تاكل ومش فارق معاها، مش عارفه عواقب السمبوسك ده ايه قدام. كل الناس بيبقى عندها ايه الرول بتاعها في البيت قبل الفطار في رمضان؟ انتي كان ايه الرول بتاعك؟ انا الناس اللي هم بيمشوا مع اي حد بيعمل حاجه عاملين نفسهم بيساعدوه كده، رايحين جايين معاه، لكن ما بعملش حاجه، بس باحساسي انا موصله للناس ان انا بجد واقفه جنبهم وبساعدهم. احكيلي لو البرسوناليتي بتاعتك انتي كانت ديش رمضان. بحب قوي اعرف البطاطس اللي هي مهروسه وبعدين بتتحشي جواها لحمه مفرومه وبتتحمر، تبقى بطاطس عامله زي في الاخر عامله زي الكوبيبه كده جواها لحمه مفرومه، بحبها قوي. انا ما بحبش البسبوسه، ما بحبش اي حاجه فيها بسبوسه. كنافه بقى بكل حاجه، يعني دقت كنافه بسبانش لاتيه، يا لهوي على الحلاوه كانت حلوه قوي. بحب بقى كنافه بالنوتيلا، كنافه بالمكسرات اللي هي الطبيعيه، بحبها قوي اي كنافه. هل انتي من الناس اللي بتسهر لحد الفجر في رمضان ولا الساعه 12 بتبقي نايمه؟ لا، انا بيبقى عندي فومو رهيب، فانا بسهر لحد الفجر عشان اقضي السحور واقعد واستنى الفجر وكده، وبصحى بدري عشان عندنا شغل، وبندم الصبح واقول ايه الطيش اللي انا فيه ده امبارح. انا بيبقى عندي فومو، ما بنامش. طب سبيكينج اوف التصوير بقى، انت يومك الرمضاني العادي من ساعه ما رمضان بدا عامل ازاي؟ والله اول اسبوع كنا بنصور من الساعه 9 الصبح كل يوم في رمضان، فبلاش نتكلم في الماضي عشان انا كنت تعبانه قوي. بس يعني الحمد لله كانت بتعدي. انت بتبقي سوشيبل اكتر في رمضان ولا بتختاري تدي كل حد وقت قد ايه؟ ببقى سوشيبل، بحس رمضان اصلا بيخلينا كلنا عايزين نتجمع، واللي مش سوشيبل بيبقى سوشيبل في رمضان. اخر حاجه احكي لي، متحمسه لايه بقى بعد ما رمضان يخلص؟ متحمسه لايه؟ يعني متحمسه لكذا حاجه بصورها الفتره الجايه، بس لسه مش عندي معلومات كفايه عنها. ومتحمسه ان انا اخد بريك برضو، متحمسه للعيد، عايزه اسافر. يعني انا مش متحمسه لحاجه دلوقتي قد ان انا اسافر في العيد.